شكرا. مكرمون 10 من شتى مجالات العمل أثروا الواقع الفلسطيني، وصوت لهم عشرات الآلاف على مواقع الاستطلاع بأعلى الأصوات، وحصلوا على محبة أبناء شعبهم، وكان كل واحد منهم بمثابة منارة تنير الطريق. شخصية العام 2017 الشخصية المؤثرة جدا الوزير عيسى، سعادة الوزير عيسى قراقع أو معالي الوزير عيسى قراقع، فليتفضل. عايدة من بيت لحم، عضو الهيئة الحركية العليا لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي، اعتقل 12 عاما في سجون الاحتلال، وعمل باحثا في الدراسات العربية، وعمل وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين ورئيسا لهيئة شؤون الأسرى حاليا، وله العشرات من المقالات السياسية والإدارية، وشارك في الكثير من المؤتمرات الدولية المتعلقة بقضايا الأسرى الفلسطينيين. عيسى قراقع شخصية هذا العام المؤثرة. وزير بطعم الأسرى أبو خالد، لأنك ذقت مرارة الأسر فعرفت كيف تعمل من أجل الأسرى. شكرا لك. أنا أفتخر أن تكون إحدى زميلاتي في تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي هي من المكرمين في عام 2017، وأعتقد لم تكن موجودة لأنها كانت على الهواء مباشرة تتابع الأحداث في القدس. كريستين ريناوي من مواليد مدينة القدس، إعلامية لدى تلفزيون فلسطين، شاركت في الكثير من المواجهات وأصيبت عدة مرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال مهمتها الصحفية. تميزت بشخصيتها القيادية والريادية، وكانت في أوائل صفوف الصحفيين عند الاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي في عملها، وهي تعتبر صوتا حرا للقدس. كريستين ريناوي شخصية هذا العام الإعلامية. شخصية العام 2017 شخصية أصحاب الهمم السيد سامي صادق، فليتفضل. سامي صادق من محافظة طوباس، أصيب ب3 رصاصات من قبل الاحتلال، وما تزال إحداها بالقرب من القلب، مما أصيب بشلل نصفي. يعمل على كرس متحرك منذ أكثر من 46 عاما، يعمل بالمقاومة وعضو مجلس الأراضي الفلسطينية، ويعمل بالمقاومة اللاعنفية من خلال القانون والحشد القانوني الإعلامي والدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وأسهم بمساعدة أهل القرية بتأسيس مدرسة أساسية وبناء مسجد ومصنع أعشاب ومصنع غذائي ومكتبة والعديد من الجمعيات. نتيجة لذلك مما ساهم في حصول القرية على جائزة أفضل هيئة محلية في محافظة الوطن. سامي صادق شخصية هذا العام للأشخاص ذوي الإعاقة. سامي شخصية كفاح المزارعين ذياب أبو الخيزران. ذياب أبو خيزران من مواليد طوباس، التحق بجامعة دمشق، عمل في وزارة الزراعة مزارعا مكافحا في استصلاح الأراضي مواجها للاحتلال، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات، إلى أن استطاع أن يصل بثمارنا إلى الأسواق العربية والعالمية. ذياب أبو خيزران شخصية كفاح المزارعين لهذا العام. كل الحب والاحترام والتقدير للسيد زياد أبو الخيزران، تحية احترام. ذياب، هيك حكيت، ذياب أبو الخيزران. كل الاحترام لشعب الجبارين، شعب فلسطين.
رياضة معلش. شخصية العام 2017 شخصية المرأة السيدة فداء أبو تركي، فلتتفضل. فداء أبو تركي رئيس مجلس إدارة منظمة إرادة فازت في مبادرات مجتمعية مختلفة للتنمية المستدامة، وقدمت دراسة حول الحالة الفلسطينية والعمل والشباب والعوائق والتحديات وريادة الأعمال. شخصية المرأة في هذا العام وقد كرمت في المحافل الدولية، وآخر تكريم كان لها من جلالة الملك عبد الله بن الحسين من الأردن. فداء أبو تركي شخصية المرأة الريادية لهذا العام. شخصية العام السيد طارق البنا، فليتفضل. طارق البنا شاب فلسطيني من قطاع غزة، القائم والمؤسس لمؤسسة فارس العرب، وهي أحد المؤسسات الرائدة والعاملة في مجال التنمية، واستطاع خلال سنوات من عمله من تنفيذ العديد من الأعمال الخيرية والتطوعية والتنموية لتحقيق الرسالة السامية في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني. طارق البنا الشخصية الإبداعية الشابة لهذا العام. الشخصية المميزة لعام 2017 أيضاً الشخصية الطبية البروفيسور سليم الحاج، فليتفضل. سليم الحاج من مواليد مدينة الطيبة، بروفيسور متخصص في جراحة القلب من بريطانيا، وهو أول فلسطيني وثاني عربي يحصل على هذه الدرجة، ليكون واحدا من أشهر 3 أطباء في العالم، والرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الجامعي في نابلس، وقام بأول عملية زراعة قلب في فلسطين والوطن العربي. سليم الحاج شخصية هذا العام العلمية. ومن العلم إلى الاقتصاد ورجال الأعمال السيد أنور الشنطي، فليتفضل. أنور محمد أحمد الشنطي من مواليد قلقيلية، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم في الجامعة الأردنية. خلال العام 2017 انتخب رئيسا لاتحاد شركات التأمين في فلسطين، مديرا عاما وعضو مجلس إدارة شركة تراست العالمية للتأمين. وخلال توليه هذا المنصب حقق العديد من الإنجازات، حيث قامت الشركة بشراء حوالي 70% من شركة التكافل للتأمين، وبذلك أصبح مجموع حصة الشركتين في سوق التأمين حوالي 45%. أنور الشنطي شخصية هذا العام الاقتصادية. شخصية العام 2017 يعني أنا بعرفه شخصياً وعملت فيه مقلب في برنامج الكاميرا الخفية، الشاعر المحنك مراد السوداني، فليتفضل. مراد السوداني من مواليد دير السودان رام الله، حاصل على درجة الماجستير في الأدب العربي، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، والنائب العام للكتاب والأدباء العرب، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مناضل فلسطيني. ومن أشهر كتاباته السراج عاليا، فاز بالجائزة العالمية الإيطالية للشعر. مراد السوداني شخصية هذا العام الأدبية. شخصية العام 2017 الشخصية الفنية سمير أبو فارس. وينه طيب درع؟ طب جيبيه ضلي. سفير المطبخ الفلسطيني لسيدة الأرض السيد حاتم حسن، فليتفضل. الدكتور حاتم حسن من قرية عبوين رام الله،
شيف دولي ومحاضر أكاديمي في فنون الطبخ المعاصر، والحاصل على عدد جوائز كثيرة عالميا ودوليا، والآن يقوم بعمل وثائقي سينمائي حول المطبخ الفلسطيني تراث وهوية. بعد قيادته للمطبخ الفلسطيني وعودته من الخارج، فازت فلسطين على المستوى المحافل الدولية بمطبخها التراثي. الدكتور حاتم حسن من قرية عبوين رام الله، شيف دولي ومحاضر. شكرا 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 لكم. شكرا لك، يعطيك تفضل. العافية. هلا بنحكي. وايضا نتوجه بالشكر الجزيل لمصمم الاستعراض غسان عليان سالم، رئيس مجلس اداره الرايه الفلسطينيه رياض حامد، المدير الفني لفرقه الرايه الفلسطينيه عماد دار خليل. بأصواتهم الشجية وألحانهم الثرية وكلماتهم الخفاقة نعلو إلى السماء ونغني للقدس، لقدسنا العربية. فنانين استطاعوا اجتياز كل التحديات ليكونوا معنا وليشاركونا في حفلنا المتواضع، وهم رح أذكر طبعا الفنانين اللي موجودين والفنانين للأسف اللي ما قدروا يدخلوا فلسطين لأسباب أنتم عارفينها كلكم. الفنان محمد الحلو، الفنانة وعد البحري، الفنانة نزهة الشعباوي. تفضلوا على اللي المسرح. موجود يتفضل. اللي موجود يتفضل يشرفنا على المسرح. يلا. دكتور احمد. دكتور تفضل عشان نكرم الفنانين. دكتورة نوال. والدكتورة نوال. رياضة. الفنان سيد السمان. الفنان عمار الكوفي. وحسين السلمان. والفنان حسين السلمان طبعا ما قدر يجي. وكمان أمير دندن. والفنانة ليلى نصيب. صلاح الشرنوبي ملحن أوبريت شمس العروبة طبعا ما قدر يجي. الفنانة نوال غشام موجودة، تتفضل. الفنانة ياسمين الدلو. الفنانة ياسمين الدلو من الأردن فلتتفضل. الشاعر سامي مهنا. الشاعر سامي مهنا فليتفضل. الفنان محمود بدوية. والفنانة الجميلة نورة أبو ماضي فلتتفضل. وطبعا أنا ختامها مسك بدي أتكرم أنا كمان. بطلع ما بطلع لي؟ اطلع لي. شو مالهم عاملين عليه هذا؟ طبعا نظمي أبو الشدك هو الفنان الذي يعزف على أوتار الشباب في ألمانيا كي يتحركوا باتجاه القدس وقبلتهم فلسطين. شكرا. من يشفى من حب تونس يا سامي؟ أحلى مغرب عربي طبعا على قلوبنا. سيد السمان مطرب وادي النيل مصر الحبيبة. يعزف على أوتار قلوبنا وادي النيل بالتأكيد. مصر وهو الشريان. مصر عروس الدنيا. مصر عمود الفقر للوطن العربي. وتفوح رائحة الياسمين من عمان مع ياسمين الدلو. محمود أبو بدوية ابن هذه الأرض. أهلا بكم جميعا. وبالنهاية كلنا دكتور عرب. أحمد مجدلاني المناضل الكبير، أهلا بك. وتحيا الوحدة العربية. والدكتورة نوال قطب، أشكرك جزيلا على هذا الحضور والرياضة التي متعتينا بها بالذهاب والإياب. تفضل دكتور كمال.
اعطوني، انا بحكي بصوت، اعطوني اسماء الفنانين.